بكم في برنامج العالم، وتدوسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. قلت لكم ده بيهجص على الناس كلها، ده واحد هجاص لا اللي عامل له مرض نفسي وتعب نفسه وعقده نفسيه، هو مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في المصري، هو منبع للتعصب وفتنه في المصري. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلوي جدا تجاه النادي الاهلي، لا اللي عامل له مرض نفسي وتعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام بتوع تصويتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي الاهلي، غير محترم عن النادي الاهلي، كلامه بينم عن التعصب فتنه فرنسا. طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي الاهلي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على الارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هجاص طبعا هو ب 100 وش بتلاوم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. تلاقيه هو منافق ومدرس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما لعبه تجاه النادي الاهلي عمل مشكله وعمل عقده من السنين لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في فيديوكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا معايا كده. لا بيراميدز ده، بص ده بيراميدز ده لوحده. انا بقول وانا بقول لك اهو، سجل من دلوقتي هياخد الدوري. مين ده؟ بيراميدز فعلا. خلي بالك انت ناسين اسلام، انت احنا هياخد الدوري. انا قايل لك الكلام دوت من اول الموسم ومن قبل ما الدوري يبدا. قلت لك وهياخد. خلي بالك يعني والله عايز اقول لك يا هجاص، الاهلي مربي لك الخفيف ومجننك، الاهلي مربي لك الخفيف ومجننك وواجعك قوي يا هجاص. هجاص طلع بيقول ان بيراميدز اللي هو طبعا النادي طبعا اكيد طبعا هو يعني هو يعني هو بيجي لناحيه بيراميدز لان اكيد في مصلحه. هو عايز يعمل زي ما قلت لكم، بيحب يعمل ريتش وبيعمل ترند، الحاجات اللي هو بيحبها الهجاص. طلع بيقول لك ان بيراميدز هياخد الدوري وبعد كده هيقول لك ايه، هيقول لك هو بيقول لك هو هياخد افريقيا كمان. يعني بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكوميديا. يعني عايز اقول لك بس يا هجاص، يعني الاهلي وجعك جامد قوي، مش يعني وجعك بطريقه غير طبيعيه. الاهلي مسبب لك مرض نفسي لدرجه انت تخلي تقول ان بيراميدز والكلام ده. اساسا اقول لك يعني عايز اقول لك يا هجاص، انت عارف ان بيراميدز مش احسن مستوياته، وانت عارف كويس مين اللي هياخد ان شاء الله الدوري وافريقيا، انت عارف كده كويس. لكن انت حقدك وغلك وكرهك جدا تجاه النادي الاهلي بيخليك تقول كده، لان هيفضل الاهلي شاغل دماغك دايما على طول، وهيفضل يهجص الاهلي وجعك ومضايقك وعامل لك عقده نفسيه ومجننك ومربي لك الخفيف. فطبعا هجص طبعا هو قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلام بتاع تصفيتنا وبيحب الترند واللقطه. فطبعا هجص طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للعب